واحدة زميلتكم طلبت مني الفيديو ده على الانستجرام وبعتت لي ان هي فعلا عايزة تخلص من المشكلة دي، وفي الحقيقة انا انبسطت جدا وفعلا رديت عليها. وانا فعلا انبسطت جدا، وهتعرفي في الفيديو انا ليه كنت مبسوطة من كلامها يعني. ولكن لازم قبل ما نخش في الفيديو كده نكون مقتنعين ان احنا علشان نحل اي مشكلة، اولا طبعا لازم نعترف ان هي مشكلة. اعترفوا من جواكم ان هي فعلا دي مشكلة، وحسوا بالتقصير وحسوا بتأنيب الضمير. على فكرة شعورك بالتقصير احنا هنتكلم دلوقتي تفهم ان هو فعلا شعور كويس وحلو. المهم حسوا فعلا ان انتوا عايزين تخلصوا من الحاجة دي، ويكون عندك العقيدة والنية من جواك ان انت عايز تخلص من الحاجة دي. وانا هساعدك، انا مش هسيبكم، انا فعلا هساعدكم وهحاول معاكم لحد ما فعلا نتخلص من الحاجه دي. بس لازم من جواكم تكون عندكم اراده، لازم انتوا كمان تساعدوني ويكون جواكم اراده ان انتوا فعلا عايزين تخلصوا من حاجه زي كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا زهراء، أهلا بكم فيديو جديد. بصوا يا جماعة، وانتوا بتعملوا الحاجة دي أكيد سبب من الاتنين. يا إما مثلا عشان خايف من المستر بتاعك أو المس بتاعتك أيا كانت، يعني خايف منهم واتأخرت واتزنقت جدا فعاوز تتصرف وتخلص بسرعة كده وخلاص، عشان أنت فعلا خايف من المستر بتاعك. أو السبب التاني محاط مثلا بناس شاطرين وفكرك بقى إن هم عمالقة وجامدين ومفيش منهم اتنين، ومش عايز تحس إن أنت قليل ومش عايز تحسسهم بالإحساس ده، وعايز فعلا تتفوق وكمان برضه يكون شكلك قدام المستر كويس. برضه في النهايه طلعنا ان شكلك قدام المستر يكون كويس، بس برضه زمايلك او الناس اللي انت ماشي معاهم دول اثروا عليك شويه. سواء كده او كده انت وصلت رساله لعقلك اللاواعي ان هو ما يحسش بالتقصير، ما يحسش بتأنيب الضمير. انا بحل صح وانا انسان جامد ومفيش مني اتنين، انا حالل كل صح اهو. ويا سلام بجد لو جنبك زميل ليك وشايف بقى وانتوا الاتنين بتحلوا مثلا مع المستر او في الدرس او اي حاجه، هو شايفك بقى مش بتغلط ومش بتصحح ومش بتكتب اي حاجه. ويا نهار اسود يا نهار اسود لو كنت كتبت حاجه من الاجابات طلعت غلط، يعني مثلا عملت حاجه من الاجابات طلعت غلط وهو شافك وانت بتصحح على الغلط ده، هو بقى يموت فيها. ده زميلي وفي نفس مستوايا ومعايا في نفس الدرس وجاله غلطه واحده، هو مش عارف اللي فيها، مش عارف ان انت اصلا غش الواجب كله وهو مش عارف حاجه. وطبعا ده ياثر عليه بالسلب جدا ويحبطه جدا، ويفتكر بقى ان انت انسان جامد ومفيش منك اتنين، هو ما يعرفش اللي فيها. والاخص ان انت فعلا وصلت رساله لعقلك اللاواعي، مش اللاواعي. وصلت رساله لعقلك اللاواعي ان هو خلاص انا مش محتاج ان انا ابذل مجهود، مش محتاج ان انا اتعب في الحل، ما انا خلاص بحل اهو والدنيا زي الفل بالنسبه لعقلك اللاواعي. بس الواعي مش كده خالص. طيب ايه الحل بقى؟ وليه كنت مبسوطه ان البنت اللي بعتت لي على الانستجرام دي؟ بصوا يا جماعه، الحل بيبدا من عندك انت. الحل فعلا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لازم تكون معترف ان انت في مشكله، لازم تكون معترف وحاسس بتقصير وبتانيب الضمير، علشان فعلا الحل بيبدا من عندك انت. لو انت اللي بيتفرج عليه وقتي اصغر من ثالثه ثانوي، لو بيتفرج عليه وقتي اصغر من ثالثه ثانوي، فسيادتك انت بتعمل في نفسك مصيبه، مصيبه بجد. لو في ثالثه ثانوي بيعمل كده، انت بتعمل نفسك مصيبتين يا قلب امك، مصيبتين مش مصيبه واحده، يعني انت بتعمل نفسك او مصايب كتيره مش مصيبه واحده. فسواء كده او كده الاصغر انتوا بتقسموا نفسكم على الغلط، وصدقوني هتعانوا جدا. على فكره البنت اللي بعتت لي دي كانت بتعمل كده في اولى وثانيه ثانوي، بس انا على فكره مبسوطه بيها جدا، يعني انا مبسوطه بيها جدا يعني. كانت بتعمل كده في اولى وثانيه ثانوي، وجت في ثالثه ثانوي بقى وبتحاول تصلح من نفسها وبتحاول تحسن وتتطور اكتر واكتر. سواء كده او كده يا جماعه، الحل لازم يكون عندكم ولازم يبدا فعلا من عندك. نتكلم بقى بجد، انا كنت بحل ازاي. انا قلت الكلام ده على فكره في فيديو الكيمياء، لو الكيمياء بالنسبه لك مشكله ومعضله وبالنسبه لاخطاء الكيمياء انا عملت عنها فيديو عامه، وقلت في ازاي نحل قلت الطريقه اللي انا هقولها دلوقتي في فيديو الكيمياء. بس عامه خدوا الطريقه دي لكل المواد عادي، وهقولها تاني عشان لو محدش شاف الفيديو ده. هو ان انت مثلا عادي بتذاكر درس كويس جدا، ذاكروه كويس قوي. وبصوا يا جماعه بجد، انت في ثانويه عامه يعني كل الطرق وكل السبل متوفره لك. يعني انت لو عملت بس سيرش على اليوتيوب هتلاقي كذا حد بيشرح وكذا حد بيحل، وهتلاقي فعلا كل السورسز موجوده ومتوفره. انت ما عليك غير ان انت بس يعني تجتهد على نفسك، الموضوع بسيط، اجتهد بس على نفسك. يبقى خلاص هنذاكر كويس جدا زي ما قلنا، بعد كده ندخل في الحل على طول عشان بس تكون المعلومه لسه في دماغنا، ونثبت المعلومه كده. وبعدين نحل، ومعلش نمشي في الحل، هتغلط وطبيعي ان انت اصلا بعد العمله اللي انت كنت بتعملها دي ما تعرفش تحل. بس ما تستسلمش، انت في ستك في الامتحان مش هتخش في الامتحان تقول انا عايز اللي يكتبه غش منه، مش هينفع بجد يا جماعه، مش هينفع تعملوا في نفسكم ازمه. فوقوا كده، فوقوا فعلا، فوقوا لنفسكم. انتوا تبطلوا الشيء ده، تبطلوه تماما وتنهوه. خشوا في الحل وتعبوا معلش في الحل، وقف عليكم حاجه ومش عارفينها خلاص شفتها من الاجابات ولقيت نفسكم عملتوها غلط، جيبوا اليوتيوب، في مدرسين مخصوصين حل على اليوتيوب. افتحوا اليوتيوب ومشوا السؤال، مشوا الفيديو عن السؤال اللي انتوا عايزينه، وشوفوا السؤال اللي انتوا عايزينه وافهموه كويس قوي. ومعلش تعبوا على نفسكم وتعالوا على نفسكم. هم كلهم كام شهر، كام شهر، وقلت الكلام ده كتير. هم كام شهر، وصدقوني يا جماعه بجد الندم بعد ثانويه عامه ندم صعب جدا، ندم صعب جدا. تخيل بس ان انت كنت تقول لنفسك ايه،
انا لو بس كنت بذاكر كويس، انا لو بس ما عملتش الحركه دي، انا لو بس عملت او ما عملتش. مجرد بس الكلمه دي لوحدها كفيله انها تدمرك، بجد كفيله انها تدمرك. الندم بعد ثانويه عامه ندم صعب. تعالى على نفسك، سواء في النهايه يا عم جبت مجموع ان شاء الله لو اجتهدت شويه ربنا يوفقك وجبت المجموع اللي انت عايزه، او لا انت تبقى مبسوط ومرتاح نفسيا انا عملت اللي عليا. لكن لو ما عملتش اللي عليك انت بجد هتعيش يعني سنين حياتك كلها ندمان. الناس ممكن يكون عندها 30 سنه واكتر من 30 سنه ولسه فاكرين نتيجتهم في ثانويه عامه. انا مش بهزر، فعلا بيبقوا لسه فاكرين نتيجتهم في ثانويه عامه. الحاجه دي بتاثر وبتسيب فيك علامه واثر قوي. ما تضيعهاش، ما تضيعهاش من ايديكم، ما تضيعوهاش من ايديكم يا جماعه. افتكر اهلك اللي حاطين امل فيك، افتكر اهلك اللي حاطين امل فيك، افتكر شكلك قدام نفسك، شكلك فعلا قدام نفسك هيبقى عامل ازاي. وسيب الخصال الدنيئه دي للناس الدنيئه، مش هتقول كده بس سيب الخصال الدنيئه دي لاصحابها او لاهلها. ده مش لينا، ده مش لينا، احنا ناس بنطلب علم، احنا فعلا بنطلب علم. انما يخشى الله من عباد العلماء، وان الملائكه تضع اجنحتها رضاء لطالب العلم. احنا ناس بتطلب علم، احنا ناس بتذاكر وبتجتهد، وطلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. المذاكره بتاعتك دي بتاخد عليها حسنات، غير المجموع اللي انت بتجيبه اخر السنه انت تاخد عليها حسنات. الحمد لله على نعمه الاسلام فعلا. او ايا كان يعني انت فعلا بتطلب علم، وايا كانت على فكره حياتك يا عمي. العلم او المذاكره بتسيب في عقلك اثر كويس، يعني بتسيب في عقلك اثر كويس. مستحيل تساوي العالم الجاهل، ده شيء مستحيل ومستحيل يحصل ولا هيحصل. فانت مكانتك عاليه جدا عند ربنا، مكانتك عاليه جدا عند ربنا، خليها عاليه كمان جوه نفسك، وسيب الخصال دي كلها وابتعد عن الشيء ده، وافتكر اهلك وافتكر نفسك. انت ارقى من كده بكتير. افتكر ان انتوا فعلا ارقى واعلى واسمى من كده بكتير. وبجد مبسوطه جدا ان الفيديو ده اتطلب مني، لان فعلا مفيش احسن من الانسان يكتشف او يعرف غلطه ويصلح خطأه. الإنسان خطاء، الإنسان خطاء، وكلنا بنغلط، كلنا بجد بنغلط، يعني مش حد معصوم من الغلط. احنا بشر، فطبيعة البشر خطائين. احنا كلنا بنغلط، لكن مش كلنا بنقوم، ومش كلنا بنفوق، مش كلنا بنصلح من نفسنا. كويس بس ان انت عرفت غلطك صلحه واجتهد، وان شاء الله انا معاكم. ولو عاوزت اي حاجه ابعتوها لي او اكتبها لي، وانا على فكره انا برد على كل الكومنتات بقدر الامكان. رغم ان انا فعلا ببقى مضغوطه جدا ومشغوله جدا، بس انا بجد مش بقدر اسيبكم ابدا. وبس كده وصلنا اخر فيديو بتاع النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لايك للفيديو، شيروا يا جماعه بجد، شيروا الفيديو ده بجد، لان في نسبه كبيره بتعمل كده، بجد نسبه كبيره جدا بتعمل كده. ويعني انا بجد مش عايزاكم تعملوا كده، انا فعلا مش عايزاكم بجد، انا بزعل بجد والله العظيم بزعل. فاعملوا لايك اعملوا لايك للفيديو، شيروا الفيديو يعني، واعملوا اشتراك في القناه لسه ما اشتركوا في القناه. فولو على انستجرام، فولو على فيسبوك، فولو على التيك توك. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد، بس هشوفكم وانتم مخلصين الموضوع ده ومش هيتفتح تاني، مجتهدين وبتشتغلوا على نفسكم. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.